طيب، الحمد لله ان الماتش خلص. الحمد لله ان الماتش خلص. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا ان الماتش خلص. ماتش كان ممكن نادي الزمالك يبلع فيه ويتعادل، ولكن الحمد لله الحمد لله ان احنا كسبنا 2-1. بقول لك انا نزلت ركعت سجدتين شكر لله بعد ما الماتش خلص. ولكن سؤال بيطرح بلح لبعض جماهير نادي الزمالك اللي قالت لك ايه؟ احضروا لنا النادي الاهلي ناو. اهلي مين؟ اهلي مين؟ اهلي طرابلس ولا اهلي جده ولا اهلي بني سويف ولا اهلي بني عبيد ولا اهلي مين؟ اهلي مين اللي يحضروا لينا؟ لا، ما احنا اصبر بس، اصبر. بيقول لك احضروا لنا الاهلي ناو، مش دلوقتي خالص. يعني انا علشان لما نيجي نقول احضروا لنا الاهلي ناو دلوقتي في مباراه مع الداخليه، لا يا جماعه ده في المركز ال 18. اهلي مين اللي يحضروه دلوقتي؟ لا، ما انتوا يا تقولوا كلام زي الفل يا بلاء خالص ما نتكلمش، نعمل الوضع ايه؟ وضع صامت ووضع طيران. اهلي مين؟ الو اهلي مين اللي يجيبوا لنا ويحضروا لينا دلوقتي؟ مفيش الكلام ده، احنا مفسل عجل. هما الاتنين مالهم مجمدين قلبنا ليه كده يا جماعه؟ ده انا بقابل الداخليه اللي في المركز ال 18 تقول لي احضروا لنا الاهلي ناو. لا، كتير عليا والله، بكلمكم بجد. النادي الاهلي ما تقنعنيش اللي في بالي. يعني لما تيجي تتكلم تقول احضروا لنا الاهلي ناو، قول اهلي بني عبيد ماشي، لكن اهلي مين؟ اوعى يكون اللي في بالي، اللي مهلهل الدوري المصري كله، اوعى يكون اللي في بالي اللي مهلهل دوري ابطال افريقيا. لا، اوعى يكون النادي الاهلي اللي بقول لك ايه ده بيروح كاس عالم للانديه. اهلي مين اللي يحضروا لينا؟ والله السؤال بيطرح بلح. اهلي انتوا بتتكلموا بجد ولا انتوا بتسفوا على نفسينا ولا احنا بنسف على نفسينا ولا ايه؟ اهلي مين؟ لا يا جماعه ده ماتش والله العظيم عباره عن عك كروي. ده احنا لو كنا تعادلنا كانت هتبقى ليله والليله. لو كنا تعادلنا النهارده كانت هتبقى ليله والليله. ما تقوليش احضروا لنا الاهلي ناو خالص. بقول لك السوبر الافريقي المفروض نروح نفسل عجل فيه، لان الاداء النهارده ما مش مطمئن. لا، ما يغركش ان احنا كسبنا الماتش اللي فات. لا يا جماعه ما يغرناش المكسب بتاع الماتش اللي فات. ده انا بلاعب بروكسي سنه سودا قوي. ده يبقى مرار طافح. ده انا بلاعب بروكسي عشان كسبت بروكسي اقول احضروا لنا الاهلي، وعلشان خاطر ان انا كسبت الداخليه اقول احضروا لنا الاهلي ناو. لا يا جماعه، ما احنا بنحضر النادي الاهلي بيجي ياخدنا على ودننا. بلاش النادي الاهلي اللي في بالي، ارجوكم بلاش. مباراه عاديه جدا، مباراه متوسطه، ولكن اقصى حاجه تقدر تقولها الحمد لله، فضل ونعمه ان هي خلصت. بكلمك بجد، الحمد لله ان هي خلصت. ما خلصت بقى بمساوئ. انا اهم حاجه ايه؟ ال3 بونت. انا اهم حاجه عندي ال3 بونت. وجمهور نادي الزمالك بيطالب لاعيبه نادي الزمالك في المركز الثالث. حضرتك ناسي ان احنا في 3 بونت هيتخصموا مننا تاني بتوع ماتش النادي الاهلي اللي احنا انسحبنا فيه. في 3 بونت اصلا منسيين، خد بالك، في 3 بونت تانيين منسيين. فالموضوع هيبقى صعب جدا. وانا دلوقتي موضوع ماتش النادي الاهلي لحد دلوقتي انا عمال بقابل فيه مخاطر وكوارث بكل ما تحمله الكلمه معنى، بسبب انسحابي امام مباراه النادي. ما كنا لعبناها مني، ولعبت مباراه سيراميك. كنت لعبت المباراه دي بقى، على الاقل خالص كنا عطلنا النادي الاهلي، كنا مثلا اتعادلنا، ممكن كانت تمشي معانا، وده كان هيبقى صعب ان انا اكسب. ولكن معلش ال3 بونت بتوع النادي الاهلي برضه كابوس. ونادي بيراميدز يقول لك ايه؟ سوف نفوز على النادي الاهلي. وعندك المدير الفني لنادي بيراميدز، سوف نفوز على النادي الاهلي وجمعنا اكبر مكافأة مالية. في ايه؟ مكافأة مالية ايه؟ هو هيبقى كده؟ ما انت انسى انك تقول لي انا جمعت مكافأة مالية عشان اللعيبة تاخد الاخضر واليابس. مع النادي الاهلي مفيش الكلام ده، ومش هينفع زي ما قلنا. احنا لسه قايلين البقين دول مش هينفع مع النادي الاهلي، ولا تجمع مكافآت مالية ولا مكافآت فسيولوجية. انت هتنزل
بكتيرك قوي، باقصى حاجه اقصى طموحك هتاخد قضيه في الحته الفاضيه زي بتاعه الماتش اللي فات، وتقلب علينا المواجع وتعشت وخلصت. خد وضع التنجيد، وضع الهلهله، والموضوع يخلص. لكن تقول لي احضروا لنا الاهلي ناو، قسما بالله ما يحصل. لا لا، المح واحد يقول لي احضروا لنا الاهلي ناو يكون قصده اللي في بالي. اوعى، بلاش ده بالله عليكم يا جماعه. احنا هنتفرج بكره على ماتش بيراميدز، اتفرج على الهلا والتنجيد. انا بقول لك اهو، انا بقول انا جاي من مين، هياخدوا قضيه تاني، مش بعيد قفشه ينكد علينا احنا تاني. هنشجع بيراميدز، هنجيب لهم النحس. جاي شجعناهم قبل كده، الاستاد ولع، شجعناهم في الماتش اللي فات قدام النادي الاهلي، خدنا قضيه. يعني احنا اللي خدنا القضيه في الحته الفاضيه، مش جماهير نادي بيراميدز. ادونا حته لحمه، ادونا السندوتش، احنا اللي بناخد القضيه بنفس الشكل، بنفس الطريقه، بنفس اللاعب، في نفس الدقيقه، بنفس الحارس. كده كتير علينا. ولما نقول بقى هنطفش من البلد، حرفيا لو جت قضيه هنطفش من البلد يا جماعه. لا، ما هو احنا اللي بنعمله في نفسينا اصلا. قفشه عرف ان احنا هنشجع نادي بيراميدز، قال لك لا بقى، لا ده انا بقول لك انا هتدرب لكم على القضيه في الحته الفاضيه وهلسعها لكم. بقول لك هو الموضوع اصلا مع النادي الاهلي معقرب، فبلاش احنا ننكشهم بقى. لا، ومجلس اداره نادي بيراميدز اما حب يشغل لك مخه قال لك سلاح النادي الاهلي الوحيد هو جماهيره، سوف نحرم جماهير النادي الاهلي من الحضور وهنغلي التذاكر. مفيش الكلام ده مع النادي الاهلي، مش هينفع تغلي تذاكر اللي هتغليها على جماهير النادي الاهلي؟ دول كيادين قوي قوي قوي، عالم كياده. هتخش بقى في حته بره الملعب دي، لعبتهم هم بتوع حته بره الملعب دي. اللعب بره الملعب ده بقى، وما تقوليش جماهير النادي الاهلي ولا هيشغلها بقى استفتاءات ولا هيشغلها حضور. هيحضروا يعني هيحضروا، ده هياخدوا لك يا جدع، انت بياخدوا لك الاخضر ولابس في الاستفتاءات. في الاستفتاءات رابطه انديه جلوب سكر بياخدوا لك الاخضر ولابس. هتعاند مين؟ انت هتيجي مع مين؟ جمهور النادي الاهلي ما بيتعاندش، وسكتك بتبقى سد، حارتك بتبقى سد، الاشاره بتبقى زرقاء. الاشاره مع جماهير النادي الاهلي بتبقى زرقاء، مش حمراء ولا خضراء ولا صفراء، مفيش منه. ارزع الله يا كاريزما وصل على النبي. ومجلس اداره النادي الاهلي حرفيا تقول لهم عاش مجلس اداره النادي الاهلي، لان مجلس اداره النادي الاهلي ما سابش ازمه جمهور النادي الاهلي تعدي كده. يعني التذكره ب 200 جنيه، احنا لو عندنا ممكن مثلا الموضوع يعدي، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي كلنا عارفين انه بيقدر جماهيره وبيسمن حضور جماهيره. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي لسع واحده في الثمانيات مع مجلس اداره نادي ده انت هتعلي عليا انا وجماهير النادي الاهلي؟ ده بيشتروا التذاكر وخلصوها في اول نص ساعه. لا، جماهير النادي الاهلي ما تعليش على مجلس اداره النادي الاهلي. الاثنين بقوا يعلوا على بعض في حب مين؟ في حب النادي الاهلي. الاثنين بقوا يعلوا على بعض. ده يقول لك ده انت اشتريت التذكره ب 200 جنيه وهي غاليه، دي 3 اضعاف التذكره العاديه. قال لك لا يا جماعه، احنا هنخلي مباراه نادي بيراميدز مجانيه، وكل اللي اشترى التذاكر قيمه التذكره هترجع له عادي. وده خلاص بقى رسمي وفهمي نظمي. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي قال لك لا، احنا هنعمل هندفع قيمه التذاكر كامله لشركه تذكرتي، هترجع التذاكر لجماهير النادي الاهلي. واحنا نعمل بقى كاريزما؟ هنعمل احنا بقى؟ يقوم عامل لك قال لك هنخلي سعر التذكره 50 جنيه في اي ماتش عادي. يا عم دي ب 75 جنيه سهله. قال لك لا، جماهير اشترت التذكره ب 200 جنيه، اقوم احضرها ب 75 جنيه؟ لا، انا هخليها ب 50 جنيه فقط. ولكن مجلس اداره النادي الاهلي بامانه الله يعني مجلس اداره محترم على الدغري وعلى السكه، مجلس اداره يشكر بصراحه، بيقدر جماهير ونادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. بيقول لك بقى احضروا لنا يا جماعه، بالله عليكم بلاش احضروا لنا الاهلي. بتيجي علينا احنا بالسلب، بتيجي احنا بيقول لك انت ده احضروا لنا. لا، طب انا جيت ساعتها الركب بتخبط واللاعيبه بيجي لها ارتجاج واحنا بيجي لنا شلل رعاش وبننزل تحت السراير.
بلاش النادي الاهلي. لو انت قصدك على اهلي طرابلس ولا اهلي بني عبيد ولا اهلي بني سويف ولا اهلي مثلا السودان، ماشي انا معاك، انا هقدروا لنا اي اهلي، ولكن الاهلي المصري بلاش. ورساله لجمهور نادي الزمالك، يا ريت نمسك العقل شويه، ما احناش حمل النادي الاهلي في الفتره الحاليه، احنا بنكسب بالعافيه، احنا بنكسب الداخليه بالعافيه، بنكسب بروكسي، ربنا بيكرمنا في بروكسي ماشي، ولكن الداخليه ده في المركز ال 18، فنمسك العقل شويه وربنا يسترها علينا في الفتره اللي جايه. السلام عليكم.